مساء الفل عليكم. بدعوات المصريين واجتهاد بعض اللاعبين وإصرارنا وإصرارهم على عدم الخروج والحفاظ على أملنا في البطولة، منتخبنا بيتعادل مع غانا وبيحافظ على حظوظنا في التأهل لدور ال16 والاستمرار في البطولة. يمكن يكون الأداء أفضل بكتير من المباراة اللي فاتت، جايز كمان تكون الأمور بتتحسن، لكن لازال تحس إن في رهبة عند بعض اللاعبين، والأكيد إنك مش مبسوط باللي بيقدمه منتخبنا، لكن مين عارف، ربما تبقى الانطلاقة في المباراة اللي جاية ونلاقي الدنيا بقت أفضل من حيث الأداء وكمان النتائج. ما تنساش إنك لحد اللحظة اللي بكلمك فيها دي ما زال عندك القدرة تصعد أول مجموعتك لو موزمبيق قدر يفوز على الراس الأخضر بكرة وإنت كسبت الراس الأخضر في المباراة اللي جاية. تفائلوا بالخير تجدوه، وانا الحقيقه متفائله بعض الشيء، او ربما مش سهل عليا اصدق اننا ممكن ما نصعدش اول مجموعه او ممكن ما نصعدش خالص. اصل ما فيش عقل او منطق يقول ان منتخبنا يبقى مهدد بعدم الصعود للدور الثاني من البطوله. منتخبنا صاحب ال7 ألقاب ومرعب افريقيا سواء شاء من شاء وابى من ابى. بتمنى التوفيق لمنتخبنا في اللقاء القادم، وانتظروني في حلقه بكره اللي هنناقش فيها بعض اللقطات الفنيه لمباراه مصر وغانا. ويلا بقى نبدا حلقتنا. في البداية بتوجه بالشكر لمجلس إدارة الزمالك بالكامل على مجهوداتها فيما يخص أزمة القيد، وأخيرا وبعد طول انتظار مجلس إدارة الزمالك أعلن رسميا انتهاء أزمة القيد بشكل نهائي، وفي انتظار خطاب الفيفا خلال الساعات اللي جاية. أتمنى بقى من مجلس إدارة الزمالك لو يسمح نبدأ نحاول ننقذ ما يمكن إنقاذه، ونبدأ باتخاذ خطوات تجاه إبرام الصفقات، لأننا إذا ما اتخذناش خطوات في الطريق ده وفي أسرع وقت، وقتها الإنجاز ده مش هيكون إنجاز. إحنا فكينا القيد عشان نبرم صفقات، مش عشان نفك الحظر ونفرح بيه بس. يا ريت بقى لو نبدأ نناقش المراكز اللي مطلوب فيها التدعيم، كذلك انهاء ملف المدير الفني الاجنبي في اسرع وقت ممكن. مبروك لكل جماهير الزمالك ومبروك لمجلس ادارة الزمالك، وما زلنا ننتظر منكم المزيد، ويا ريت ما تتاخروش على الجماهير في الفترة اللي جاية. ما بقاش فاضل غير 12 يوم بس. ما بين الماضي والحاضر احيانا بتربطنا مواقف متشابهة، مش كده ولا ايه؟ طبعا. طب قولي بقى، اللقطة دي بتفكرك بإيه؟ حسام غالي وهوبا يا نهار أبيض. بالظبط كده، تحس إن ما بينهم ألف حلقة وصل، لكن يظل البيرسي تاو هو الأصل، ويستحق بالجدارة جايزة أفضل لاعب داخل القارة. عزيزي الحاقد الغلاوي الزملكاوي اللي غيران من بطل المجرة وعايش نظرية المؤامرة، اللي شايف النادي العظيم بيتجامل ومش واخد بالك خالص من مجاملات الأندية لناديك. اصحى فتح عينيك وشوف أزعرينا إزاي كشف حقيقتك فيما يخص مجاملة نادي البنك الأهلي ليك في صفقة محمد عبد الغني. أنت إزاي يا جدع أنت نادي البنك الأهلي يعمل معاك ديل بالشكل ده، ياخد منك عبد الغني نظير فك الحظر عن أرصدة ناديك؟ ما حصلش. انت متخيل اننا ممكن نصدقك انت ونكتب أزعرينا؟ ده الراجل ده بناخد منه الخبر وما بندورش وراه. بقى يا راجل تبيع عبد الغني ب1,000,000 وكمان تاخد نسبة من إعادة بيعه 25% عشان ناديك اللي هو نادي الدولة يخرج من الأزمة المالية، وفي الآخر تقول انك مظلوم وتدعي المظلومية. قد ايه كده انت عايش في مؤامرة كونية؟ انت جبت المعلومات دي منين؟ والله ما انا، اسأل أزعرينا. الغريب ان الراجل نهى كلامه وقال حسبي الله ونعم الوكيل، وكأنه مصدق تماما اللي بيقوله ده. هو الناس دي عايشة في كوكب موازي ولا ايه؟ من سنتين فاتوا الزمالك حصل على بطولتين دوري على التوالي. فاكر وقتها حصل ايه؟ فاكر بالظبط كده. الإعلام وقتها كان كل ساعة بيخرج يهاجم اتحاد الكورة المارق الفاسد الزنديق، و100 بيان كان بيخرج من الجزيرة بيهاجم لجنة الحكام المتزملكة، وقناة الأهلي كانت بتقول أخي جاوز الظالمون المدى، واعتراضات وأشخاص بتطالب بالعدالة، وناس كتير جالها الحالة وبدأت تطالب بتطوير الكرة المصرية. لا شيء. النهارده وبعد مرور سنتين وبعد ما رجع درع الدوري لمكانه والأهلي أصبح مكتسح البطولات محليا، بذمتك بقيت بتسمع النهارده أي اعتراضات؟ لا ولا هتسمع، لأن الفساد النهارده ما بقاش موجود، واتحاد الكورة بقى شايف شغله، ولجنة التحكيم بقت بتقيم العدالة. بتضحك؟ طب ايه رأيك بقى ان النادي العظيم اللي هو النهارده النادي الاكثر حصولا على بطولة دوري ابطال افريقيا ليل نهار بيتهم الاتحاد الافريقي بالفساد، وبيتهمه بالخضوع لفوزي لقجع اللي هو بيطالب بتطوير الكرة الافريقية؟ ازاي بس؟ لا دي تسأل فيها بقى الاعلام ومجلس ادارة المنافس. لكن اللي لازم تتأكد منه وتثق فيه ثقة عمياء هو ان مفهوم الفساد في الكرة المصرية والافريقية مرتبط بعدم فوز النادي العظيم بدرع الدوري ودوري ابطال افريقيا، ولو في موسم ما توجش ببطولة منهم تبقى بطولة متفصلة ومشمومة وموجهة. تخيل يا أخي إن الزمالك لما فاز ببطولتين دوري متتاليتين كانوا بطولتين موجهين وفاز بيهم بالفساد، ونفس البطولة بنفس القيادات بنفس المسؤولين ونفس الحكام وبنفس الفساد ما بقتش بطولة موجهة ولا حرام لما توج بيها النادي العظيم.
وفي الاخر يخرج ازارينا يتحاسبن فينا ويقول لك الاعلام والانديه والدوله متزاملكه. عمري ما كنت ضد انتقال لاعب امكانياته كويسه لنادي الزمالك، ومؤكد هتلاقيني دايما برحب باي لاعب يختار الزمالك، شرط يكون اضافه، ومش بس اضافه، ده لازم يكون اضافه قويه جدا، لان الوقت ده بالذات مش وقت هزار خالص. اللي وصل لنا ان الزمالك بيتفاوض مع مودرن فيوتشر عشان يتمم انتقال ناصر ماهر للزمالك، وانا برضو مش ضد ده، لكن خلينا نتفق ان ناصر ماهر مش اللاعب السوبر ستار اللي عنده القدره ينقلك في حته تانيه، وده مش تقليل من ناصر خالص والله. لكني هديلك مثال بسيط جدا. تفتكر يا عزيزي ايه الفرق في المستوى ما بين ناصر ماهر ومحمد ابراهيم لاعب الزمالك السابق؟ مفيش. لا في. ده احنا لو اتكلمنا بالمنطق هنلاقي محمد ابراهيم عنده امكانيات اكبر من ناصر ماهر، طبعا بصرف النظر عن الحنكشه اللي بيحنكشها محمد ابراهيم احيانا. طبعا مش بقصد بكلامي اننا نرجع محمد ابراهيم، لكن هو ايه الفرق ما بين انك ترجع محمد ابراهيم مجانا في نهايه الموسم او دلوقتي بمبلغ رمزي او بلاعبين اعاره، وما بين انك تشتري ناصر ماهر بمبلغ كبير وفيوتشر يمص دمك عشان يسيبهولك؟ السؤال بقى الاهم، هل الاهلي ممكن يفكر في يوم يرجع ناصر ماهر؟ قولا واحدا لا، والا ما كانش سمح برحيله. الاهلي يا عزيزي لما بيكون في حاجه لخدمات لاعب مستحيل ممكن يسيبه يرحل، زي ما قال كده هنا هيثم ورابي. مصلحه الاهلي قالت ان كهربا يجي ايا كانت الطريقه ايه فهيجي بيها. الاهلي بيعمل ده مع لاعب مش بتاعه اساسا، وموقع على عقود مع نادي تاني وهيشيل غرامه كبيره من الفيفا. لك ان تتخيل بقى ممكن يعمل ايه مع لاعب في فريقه وهو محتاج لخدماته. والاهلي بالمناسبه عنده فكره عن مفاوضاتك مع اللاعب، ولو شايف ناصر ماهر مفيد بالنسبه له مش هيغلب خالص في ضمه. ليه بقى؟ ايه بقى؟ لان الاهلي يا عزيزي مش هيتكسف يخاطب كابتن شوبير ويقول له انا عايز ناصر. واذا كان الاهلي واداره فيوتشر اثروا على لاعب زملكاوي زي عمر كمال عبد الواحد وخلوه يرفع الرايه الحمراء، معقول مش هيعرفوا يجيبوا سكه مع لاعب هو اساسا اهلاوي ومن ناشئين الاهلي؟ صحيح. وما تقوليش اصل ناصر عامل مشاكل مع الاهلي وعشان كده الاهلي رافض عودته. الاهلي يا معلم ضم لاعب شتم كل رموزه وشتم الكيان، و90% من الجماهير كان رافض انضمامه، لكن ما دام الاهلي في حاجه لخدماته يبقى ما فيش ما يمنع انضمامه. ما تقول لهم يا مستر هيثم. مصلحه الاهلي قالت ان كهربا يجي ايا كانت الطريقه ايه فهيجي بيها. إذا خلينا نتفق إن الأهلي ساب ناصر ماهر بإرادته، وده لأن الأهلي بيبحث عن كواليتي أفضل من كواليتي ناصر، مع كامل احترامي لناصر ماهر. طب ليه الأهلي بيدور على كواليتي أفضل؟ لأن الأهلي عايز يطور فريقه ويمده بلاعبين أصحاب إمكانيات كبيرة وخبرات ولاعيبة جاهزة ودولية تحط فيشتها تشتغل وتنتج وتجيب بطولات. وده الفرق ما بين فكر الزمالك وقت ما كنا بنتعاقد مع لاعبين وبنتخانق مع الاهلي عليها وبناخدها كمان، وما بين الفتره دي وفتره ال10 سنين العجاف. كنا وقتها دايما بنتعاقد مع اللاعب اللي ما توفقش في صفوف الاهلي ويتهيأ لنا انه هيتوفق معانا وهيجيب لنا النجمه السادسه، وده مش حقيقي. ناصر اذا انضم للزمالك ربما يتألق بالمناسبه ويكون نجم الفريق، بس مش هنجيب بطولات بناصر او باي كواليتي مشابه لناصر. شكلك مش مقتنع. لا. طب هديلك مثال، ايه رأيك في مجدي قفشه؟ لاعب كويس مش كده؟ هايل. وطبعا انت عارف ان مجدي قفشه منور الدكه في الاهلي، وفين وفين لما بيشارك. خلينا نفترض بقى ان مجدي قفشه ده صحينا الصبح لقيناه بالتيشيرت الابيض وانضم للزمالك، تفتكر مجدي قفشه هيشارك كاساسي ولا هيكون بديل ويجاور الدكه في الزمالك؟ هيشارك مش كده؟ طب بلاش قفشه، تفتكر صلاح محسن او احمد عبد القادر اللي برضه مجاورين للدكه دول في الاهلي لو انضموا للزمالك هيشاركوا ولا هيفضلوا دكه؟ هيشاركوا مش كده؟ هو ده يا عزيزي اللي عايز اوصله لك. لعيبه الاهلي الدكه لو انضموا للزمالك هيشاركوا كاساسيين، ودي مشكله مستمره عند ادارات الزمالك المختلفه. معقول بقى دلوقتي احنا بنتفاوض مع لاعب الاهلي سمح له بالرحيل وكمان هندفع فيه ملايين؟ فوض اللي انت عايز تفوضه يا معلم، بس لازم تحط في حساباتك اننا بنبني فريق ينافس على البطولات، وعايزين نتعاقد مع لاعبين تعمر معانا، مش لاعبين نتعاقد معاهم الموسم ده ونستغنى عنهم او نعرضهم للبيع الموسم اللي جاي. اتمنى الناس تكون فهمت اقصد ايه، واتمنى مجلس اداره الزمالك يكون وصل له انه بيدير نادي كبير من اكبر انديه القاره، وهو احد قطبي الكره المصريه، ولابد ان جماهير الزمالك ومجلس ادارته تبحث عن اللاعبين السوبر اللي تجيب بطولات زي ما الاهلي بيعمل بالظبط، لاننا مفروض لا نقل قيمه عن النادي الاهلي اللي مكتسح بطولات افريقيا بقاله 4 سنين تقريبا، وكل سنه بيلعب في مونديال الانديه. ومؤكد لو هدفنا نفس هدفه يبقى لابد اننا نتفاهم اننا مستحيل ممكن نروح
نروح نلعب في مونديال بروقه وعمرو السيسي وناصر ماهر. نوعيه اللاعبين دي ممكن تجيب مركز كويس في الدوري لفريقها، لكنها مستحيل ممكن تجيب بطوله قاريه. عمر اعلامي الاهلي ما في يوم نصر لاعب زملكاوي على لاعب اهلاوي، وده شيء مشروع بالمناسبه، وكل اعلامي من حقه يقول قناعاته، حتى وان كان في السابق بيقلل من امكانيات امام عاشور وقت ما كان بيرتدي التيشيرت الابيض، والنهارده بيمجد فيه كونه اصبح بيرتدي التيشيرت الاحمر. وطبيعي جدا انك لما تسال اعلامي اهلاوي وتقول له مين الافضل، زيزو ولا امام، هيقول لك طبعا امام. لما تسال بقى كابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره الزمالك، تفضل مشاركه امام ولا زيزو في مباراه مصر وغانا، المفروض والطبيعي انه يرد ويقول زيزو، لكنه رد وقال بفضل امام. بالمناسبه اي حد فينا كجماهير ممكن يقول رايه، وممكن قوي يفضل مشاركه امام من وجهه نظره، لكن خلينا نتفق اننا كجماهير لنا مطلق الحريه في التعبير عن راينا. لكن لما الراي ده يخرج من مسؤول داخل الزمالك، مؤكد ده هيقلل من معنويات زيزو مفيش شك. واذا كان المقصود من كابتن احمد سليمان هو القاء الضوء على اخطاء المجلس السابق فيما يخص رحيل امام عاشور عن الزمالك، فيا كابتن احمد سليمان انت من يوم توليك المسؤوليه وانت ما بتعملش اي حاجه خالص، ومالكش دور داخل المجلس، وحضورك وانصرافك بيكون في برنامج مهيب مش في مقر نادي الزمالك. محمد عبد الغني بيرحل رسميا لنادي البنك الاهلي وبيغادر 100 عقبه كلاعب، لكنه مؤكد في المستقبل هيفضل بالنسبه لنا لاعب زملكاوي سابق حاول يجتهد وما حالفوش الحظ. جايز تكون بينك وبين نفسك مبسوط برحيله، وانا مش بلومك على ده بالمناسبه، لكن خلينا نتفق ان غنوه قدم اللي يقدر عليه كلاعب في حدود امكانياته، زيه وزي لعيبه كتير انضمت للزمالك وشالت شيله تقيله عليها وحاولت لكنها ما توفقتش. غنوه بالنسبه لي زيه زي عاشور الادهم وجيه عبد العظيم وعمرو الصفتي واحمد غانم سلطان وغيرهم من اللاعبين اللي جت في وقت صعب ووسط سكواد محتاج منك كلاعب تبذل مجهود مضاعف عشان تظهر بشكل كويس، زي لاعبين امثال زيزو والونش وطارق حامد والناس اللي ما عندهاش قلب دي، وعندها شخصيه قويه وبتكره الخساره وما تعرفش المستحيل. فيا ريت لو نودع غنوه بشكل يليق بينا كزملكاويه. احنا عمرنا ما نسينا او قللنا من مجهودات اي لاعب نزل نقطه عرق عشان نادينا. بودع عبد الغني وبشكره على مجهوداته طوال ال7 سنين اللي فاتوا، وبتمنى له التوفيق في خطوته اللي جايه مع ناديه الجديد. عايزه ابارك لاخطر خطير بمناسبه تعيينه كمدير فني لنادي غزل المحله، وبتمنى له التوفيق مع زعيم الفلاحين، واعتقد انها خطوه مهمه في حياه احمد عيد عبد الملك التدريبيه. في النهايه بتمنى النصر لاهلنا في فلسطين، وبتمنى التوفيق دائما وابدا لنادي الزمالك فيما هو قادم، ومهما كانت الظروف وايا كانت المتاعب هفضل دايما ورا الزمالك.